اي حنكشه في الكوره. النهارده هنتكلم عن موضوع استاد القرن، او بعض الجماهير بتسميه مشروع القرن. مشروع القرن للنادي الاهلي كان حلم كبير وكل الاهلاويه بتستناه. طلع من 4 سنين او من 3 سنين مجلس اداره النادي الاهلي اتكلم عن مشروع القرن وقال لك احنا بنبدا ندور على موارد للمشروع. هنا الكابتن محمود الخطيب ساب الملف لشركه القلعه الحمراء، كانت بتدير الملف ان هي تجيب رعاه او ممولين لمشروع القرن او استاد القرن. التمويل جه من شركه صينيه تعدت ال 4 مليار جنيه، وقال لك الموضوع هيخلص بعد 200 اسبوع. حتى جماهير الاهلي بدات تحسب من ساعه ما الكابتن محمود الخطيب اعلن الميعاد تسليم استاد النادي الاهلي. في بعض التفاصيل لفتت نظري في الايفنت اللي الاهلي عمله، في الاستاذ محمد كامل عمله امبارح او البروجرام اللي عمله. لفت نظري حته حاجات، ان ممكن انت كمشجع تدون اسمك على جدران النادي الاهلي. اكيد انت مش هتعملها ببلاش، يعني اكيد هيبقى فيها مقابل، وفئه معينه من جمهور النادي الاهلي هي اللي هتعمل دوت. يعني مثلا جمهور الاهلي تعدى ال 70 مليون، ممكن تدون اسمك فئه معينه تكون 5 مليون مثلا او 3 4 مليون. الفئه ديت اللي هي هيبقى معاها دخل مادي كبير ان هي تقدر تشتري ده. هتلاقي مثلا ان انت تدون اسمك دي هتكلم 5000 10000 جنيه. دي موارد داخله للنادي. ده الفكر هنا، ده الفكر، وهنا الاستثمار. ازاي ان انت تدخل موارد للنادي عن طريق المشجع، ان انت كمشجع تدون اسمك على جدران النادي او تخلد اسمك على جدران النادي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت كمشجع بقى ايه اللي انت مستفاده؟ ان انا كحازم اسمي مكتوب على جدران النادي الاهلي. بعد كل فتره لما اروح الاستاد هروح ابص على اسمي، هلاقي اسمي موجود متدون، او اي حد قريبي او حد زميلي هقول له ان اسمي مكتوب على جدران النادي الاهلي، ممكن تشوف. في حاجات كتير معنويه بالنسبه للجمهور، والجمهور سعيد جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه لفت نظري برضو ان انت الكورادور اللي اللعيبه بتمشي فيه، اللي هي ممكن وهي داخله الاستاد او داخله اوضه اللبس، انت كمشجع هتشوفهم ازاز شفاف، انت شايفهم وهم مش هيشوفوك. دي حاجه كويسه ان انت بتقرب او بتشوف حياه اللعيبه من الداخل وهم داخلين اوضه اللبس. بعد المباراه ممكن الفريق متاخر بهدف او متقدم بين الشوطين، بتشوفهم الحاله بتاعت اللعيبه وهم خارجين من الملعب عامله ازاي، اللعيبه بتتكلم مع بعض ازاي، اللعيبه بتبقى داخله متنرفزه او داخله فرحانه او كده. كل ده انت كمشجع هتقدر تشوفه، بيبقى فيه فاصل ازاز شفاف، انت بتقدر تشوف اللعيبه بس اللعيبه مش هتشوفك. دي حاجه كويسه ان اللعيبه مش هتشوف الجمهور، عشان لو الجمهور استفزهم او اي لفظ خارج او اي حاجه ما يخرجش اللعيب عن شعوره، عشان يركز في باقي المباراه في الشوط الثاني او بعد المباراه في المباريات المقبله، ما تخرجش اللعيب عن شعوره. تالت حاجة لفتت نظري برضو غرف الملابس. غرف الملابس جيدة جدا، ما تقلش عن غرف ملابس برشلونة وريال مدريد وارسنال وليفربول ومانشستر سيتي، ما تقلش كواليتي عنهم. الاستاد انا شايف ان هو مشروع هيبقى استثماري ضخم للنادي الاهلي. ده كفاية الاعلانات وكفايه ايجار الملعب. لو انت هتستثمر فيه ان يجيلك فرق من اوروبا، يجيلك تستضيف مباريات عالميه، تستضيف بطولات عالميه زي استادات السعوديه دلوقتي بتستضيف مباريات مهمه، السوبر الاسباني، السوبر الانجليزي. انت كاستاد او تقدر تسوق او جمهور. رابع حاجه بقى عجبتني برضو في موضوع الاستاد، ان مفيش تراك بين الملعب والجمهور.